دايما حاسس انك متأخر وانك دايما عاجز انك تتقدم خطوة، وانك بالنسبة للعالم اللي حواليك ولا حاجة، وان محدش منهم مهتم باللي انت بتعمله. احساس مرعب بيخليك تكمل في حاجات انت مش عارف انت مكمل فيها ليه، وعشان كده ما بيكونش ليك فيها هدف وما بتحسش بنتيجة للي انت بتعمله. والاحساس الاصعب انك تحس انك مالكش اختيار اصلا غير انك تكمل. وصدقني انت معذور في كل ده. كل شيء حوالينا بيحاول يقنعك ويقولك انك متأخر. كل شيء حوالينا بيحاول يقولك انك محتاج تطور من نفسك وتزود من امكانياتك وتطور من مهاراتك. ثقافة بتشاور عليك في كل لحظة وبتقولك ان كل حاجة فيك محتاجة تغيير، وان المشكلة في كفاءتك وامكانياتك ومهاراتك وحتى نفسك ما سلمتش منهم تحت مسمى تطوير الذات والتنمية البشرية. السبوبة اللي عشان ما تتقطعش ابدا لازم يوصلوا لك الاحساس انك ناقصك حاجة ولازم تجري تكملها. تطوير ذاتك اللي اصلا ممكن ما يكونش ناقصها اي حاجة عشان تبدأ رحلتك، فعملوا فجوة حتى بينك وبين نفسك، وخلوك لا راضي عن مستواك ولا عن شكلك ولا عن وزنك ولا عن حالتك. وكل شيء فيك محتاج تغيير عشان تكون دايما بتدور على منتجاتهم وكورساتهم اللي بتكمل نقصك، واللي هي في الحقيقة أكبر أسباب الضغط عليك. تنمية بشرية وتطوير ذات، وكأن نفسك مطلوب منها إنها تغير العالم ده كله. جو المبالغة في تقدير ذاتك ونفسك وتحملها فوق طاقتها اللي ربنا أصلا خلقها عليها من أعظم أسباب عذابك لنفسك. فروحك اللي ربنا خلقها ليك مش محتاجة منك في رحلتك أكتر من إنك تكون هادي، ونفسك اللي ربنا استأمنك عليها مش ناقصها أي شيء غير إنك تكون هادي. لكن نفسك اللي المجتمع محتاجها منك دي ناقصها حاجات كتير ومحتاجة تطوير في كل حاجة. ومن هنا ظهر الضغط النفسي والقلق، لأنهم أقنعوك وإنت مش واخد بالك إن في حاجات كتير قوي فايتاك، وإن العمر بيمر بيك وإنك بتبعد كل يوم عن تحقيق الحاجات اللي ناقصاك. فطبيعي إنك تحس بالعجز. فأكبر خدعة في القرن 21 هي خدعة تطوير الذات والتنمية البشرية. ضغوط معيشينك فيها في كل لحظة عشان تبقى مهووس إنك تطور وتزود وتجمع، وبالنسبة ليهم إحساسك بالنقص ده هو الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تصرف كل قرش معاك عشان تشتغل على نفسك. نظام رأسمالي كل هدفه إنه يشغلك عن الحاجات الأهم في حياتك. أعداد كبيرة من المدربين استغلوا مفهوم التنمية البشرية وحققوا من وراه ثروات كبيرة عن طريق إقناع الناس إن النجاح في قطرة التطوير والإنجاز، وكانت النتيجة هي اللي احنا فيه ده، واننا وصلنا لقمة الارهاق والتعب من كمية الشغل والمسؤوليات اللي فوق كتافنا، وكلها قايمة على الفكرة الفاسدة ان النجاح ليه خطوات محددة وباب واحد ومهارات معينة، وهي الخطوات والمهارات اللي بيسوقوا ليها، وكلهم بيشاوروا بصوابعهم عليك وان المشكلة فيك انت. انا هنا مش بقولك ما تطورش وما تنميش من نفسك، لكن بقولك حاول تثق في نفسك وما تسمعش لأي حد يحاول يقولك انك مقصر في حق نفسك وانك سبب كل مشاكلك. يا سيدي اجتهد في قيمة كل إنسان من قيمة التحديات اللي في حياته، لكن حس في كل لحظة إنك مش ناقصك أي حاجة عشان تبدأ رحلتك أو عشان تنجح أو عشان تكون سعيد. ففرق كبير بين إن أسعى وأطور من نفسي عشان أسعى للكمال، وبين إن أسعى وأطور من نفسي عشان أهرب من النقص. عشرات الإعلانات اللي بتظهر لك في اليوم وبتدعوك إنك تغير من نفسك، فاعرف إن كلامهم عن نفسك مش حقيقي. أسسوا جناح كامل في المكتبات وسموه تطوير الذات والتنمية البشرية، والأمر أبسط من كده بكتير. حاولوا يحلوا المشكلة فكان ده هو الجزء الأكبر في المشكلة، وتخش الجناح ده تلاقي آلاف الكتب اللي موجهة لنفسك. ده لو نفسك هي المتسببة في الحرب العالمية مش هتحتاج الإصلاح ده كله. وصلونا إن الحل والراحة النفسية في تصحيح أخطاء ذاتك وبس، وده كلام يبدو في ظاهره صحيح، لكن المبالغة في تقدير الذات وتضخيم قدراتها. فخلونا نبالغ في تعظيم شأن الذات، والذات أصلا مش هي المشكلة. انت معذور لأنك بتخضع لكمية حملات إعلانية رهيبة، وكلها بتدفعك إنك تعيش بالطريقة اللي هم عايزينها، واللي بتتعارض مع حاجتك النفسية زي ما وضحنا. عشان كده انت حاسس طول الوقت انك مسجون في احساس عدم الرضا. عشرات الاعلانات من ساعة ما بتصحى لغاية لما بتنام بتشاور بس على الحاجات اللي ناقصاك. عشرات الاعلانات اللي وراها عشرات المهندسين والخبراء والمبرمجين والمصممين، واللي كل هدفهم انهم بحرفية يحسسوك ان فيك نقص. او النظام ده بقى هو سر تعاستك، لان الاكتفاء فيه مش ممكن ابدا. بيتاجروا فيك وانت مش حاسس. مجتمع رأسمالي استهلاكي ما بيرحمش. عرفت دلوقتي ليه حاسس دايما ان في حاجة ناقصاك؟ الحقيقة اللي مفيش حاجة ناقصاك، لكن عندك مشكلة في الحمد. فارحم نفسك من التفكير اللي بيقتلك كل لحظة، وخليك عارف انك في نعمة كبيرة كتير غيرك بيتمناها.